السلام عليكم، مرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيت نحضر معاكم وصفة قديمة تاع زمان اللي هي كرم محشي بالكفتة والروز. عندي هنايا حبة كرم، انا ما صبتش اللي كبيرة. جبت واحدة متوسطة الحجم. غليتها في الماء كما راكم تشوفوا، وجبت هنايا 150 غرام تاع لحم مفروم. زدت عليه حبة بصل تكون ربيتها، وعندي هنايا نصف كاس نتاع روز بعد ما نقعته في الماء لمدة 15 دقيقة، ونتبل الملح، الفلفل الكحل، الفلفل الأحمر، الكمون، ملعقة كبيرة نتاع طماطم مصبرة، وربع كاس زيت. نخلط المكونات هادو كاع مع بعض، نخلطهم مليح حتى يتجانسوا كاع مع بعض. وهنا ما تقدروا تضيفوا كميه نتاع القزبر، انا ما كانش متواجد عندي. وهنا نجيب الحبه تاع الكرم تاعي بعد ما نسلقت، وهنايا كيما راكم تشوفوا نقلع على هذاك اللي يجي في الوسط، يجي هكا شويه قاصح، ونخلي غير هذيك يعني الورقه تاع الكرم. انا نكمل بنفس الطريقه كاع الحبات اللي عندي. وهنايا كي تكون عندنا الحبه تاع الكرم كبيره تجي في الخدمه مليحه وسهله، خير من الحبه الصغيره. انا الله غالب ما صبتش. وهنايا نسرح هذيك الورقه وندير داك الحشو على الطرف، ونلوي هكا كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه اللي راها في الفيديو. نكمل كاع الحبات هادو اللي عندي، ومن بعد نشوفوا كيفاش. وهنايا بعد ما كملت كاع هذوك الورقات وعمرتهم بديك الكفته والروز، نجيب هنايا صنيوه دائريه، ونبدا هنايا نستف كما راكم تشوفوا على حساب المول دائري بهذه الطريقه. حتى ندور هنايا على كاع الصنيوه اللي عندي. وانا هنا كنت شعلت الفرن مسبقا على 180 درجه. انا عندي هنايا شحال من وصفه تاع الكرم محشي بالكفته، وكانت هذه واحده من الوصفات اللي عندي، يعني عندي شحال من طريقه، واليوم فضلت ندير هاد الطريقه هذه شويه سهله. نجيب هنايا غرفيه ونضيف عليها 2 ملاعق كبيره تاع طماطم مصبره، ونضيف عليها هنا نصف كاس تاع الماء، ونحاول نحل هذيك الطماطم المصبره اللي عندي في هذاك النصف كاس تاع الماء، ومن بعد نضيف عليها نصف كاس الاخر. يعني هنا عندنا 2 ملاعق كبيره طماطم مصبره في كاس ماء. نخلط مليح هنا حتى تنحل هذيك لاصوص، ومن بعد نفرغ هذيك لاصوص في هذاك فوق هذاك الكرم اللي عندي، ونخليه حتى يتشرب مليح كيما راكم تشوفوا هنايا حتى يتشرب مليح مليح. ومن بعد ندخله للفرن ونخليه حتى يطيب ويتحمر ويتجمر. وهنا من الفوق كنت درت بابي كويسون. وهنايا النتيجه كيما راكم تشوفوا، راه عندي الوصفه تاع النهار اليوم واجده. هنايا غادي نحل معكم مورسو ونشوفوا من الداخل كيفاش تجي. هنايا فضلت هنايا نقطعها على شكل بيتزا، يجي الشكل تاعها بزاف بزاف شباب. نقطع هنايا معكم مرسو ونشوفوا كيفاش النتيجه. وهنايا كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه من الداخل، يجي بزاف بزاف بنين. والروز هنا كيما راكم تشوفوا يجي مفروس حبه على حبه، يعني ما يتعجن ما والو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، وجربوها ومتاكده بلي تنال الاعجاب نتاعكم. صدقوني هاد الوصفه بزاف بزاف بنينه توالم رمضان سيرتو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.